في لحظة معينة وانت لوحدك بتيجي الفكرة دي فجأة. هو أنا ليه حاسة إني مش كفاية؟ رغم إني بصحى بدري وبشتغل وبحاول أراضي كل اللي حواليا، بس في الآخر برجع أبص في المراية وأسأل نفسي، هو أنا فعلا مش كفاية؟ السبب مش إنك مش شاطرة ولا إنك مش بتعملي مجهود. الحقيقة إن المجتمع علمنا إننا دايما محتاجين نثبت نفسنا للغير، ولو عملتي 90% هيقولوا فين ال10 اللي ناقصة، ولو وصلتي للقمة هيقولوا ها فين القمة اللي بعدها. بس عايزة أقولك حاجة، انت كفاية من غير ما تثبتي ده لحد. انت كفاية بمشاعرك، كفاية بتعبك، كفاية حتى بلحظات ضعفك. انت مش مطالبة تكوني مثالية ولا سوبر وومن، انت مطالبة بس تكوني إنسانة، والإنسان كفاية بعيوبه قبل مميزاته. صدقيني المشكلة مش فيك، المشكلة في المقارنات اللي بتسرق فرحتك. بطلي تقارني نفسك بغيرك، وبطلي تسمحي لحد انه يقارنك بغيرك. انت مش مطلوب منك تبقي نسخة مطابقة لأي حد، انت لازم تكوني انت جميلة زي ما انت كفاية، وهتفضلي دايما كفاية. فكل مرة يا جميلة بيجي الصوت اللي جواكي يقولك انت مش كفاية، ردي عليه بهدوء وقوليله أنا كفاية ودايما كنت كفاية.